تسمعش معايا الملخص ده لو انت سمعت معايا الملخص اللي فات. الملخص ده هنلخص ايه؟ هنلخص الدرس الرابع في الفصل الاول. كان هو بيحكي عن كيرشوف الاول وكيرشوف الثاني. سميشن اي ان بيساوي سميشن اي اوت. تعال اول في كيرشوف الاول. كيرشوف الاول كان ليه قانون واحد بس، هو ده كان بنقول عليه ايه؟ قانون بقاء الشحنه. انت عندك الشحنه ثابته، فبنعمل ايه؟ اول حاجه بتشوف التيارات اللي داخله والتيارات اللي خارجه. فعندك مثلا النقطه دي فيها تيار خارج وده تيار عادي. بعد كده الاي 2 دوت المفروض اتجاه الالكترونات، فانت المفروض تعكس. طالما ده اتجاه الكتروني فانت عايز تجيب الاتجاه التقليدي عشان يشتغل كله تقليدي. اي 3 بقى داخل عادي، واي 4 داخل برضه عادي. طب اي 5 اتجاه الكتروني، احنا بقى عايزين اي 5 وعايزين اتجاه تقليدي عادي، فبنقلب كده. انت خلاص معاك كل الاتجاهات اتجاهات تقليديه. بعد كده تروح تعمل ايه؟ تكتب سميشن اي ان بيساوي سميشن اي اوت. كده انت كتبت الحته دي. اي حاجه داخله حطها في الان، واي حاجه خارجه حطها في الاول. هعمل لك الان كله بالاحمر، ادي ان بس. يبقى الاثنين دول داخلين اللي هم الاثنين والخمسه، 2 و5 هيساوي اوت الباقيين، يعني 3 و1 واللي احنا مش عارفينه اللي هو 3 زائد 1 زائد الاي 5 اللي احنا اصلا عايزينه. فخلاص انت عندك 2 و5 7 دول 4، يبقى المفروض ان الاي 5 دي تبقى 3 امبير. كده انت جبت اي 5. ده كان ملخص قانون كيرشوف الاول. تعالى على قانون كيرشوف الثاني. كيرشوف الثاني كان بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان ده قانون اسمه بقاء الطاقه. انت عندك البطاريات، الجهود اللي خارجه من البطاريه بتتوزع على المقاومات اللي عندك، تمام؟ فسميشن في بي بيساوي سميشن اي. كنا بنعمل ايه؟ كنا بنرسم المسار عادي. ادي مثلا لوب واحد، وممكن تاخد اللوب ده اللي هو لوب 2، هتعدي على المسار ده عشان برضه لو حد بيتلخبط تعدي على المسار ده كده. دي لوب 2. لوب واحد انت هتعدي على المربعين اللي جوه بس، وبتشوف التيارات اللي خارجه والتيارات اللي داخله. فتعالى مثلا في لوب واحد. لوب واحد احنا عندنا بطاريه وبطاريه. بنعمل ايه؟ سميشن في بي بيساوي سميشن اي ار. جمع البطاريات. انت عندك البطاريه دي والبطاريه دي الاثنين في وش بعض، يعني موجب في الموجب، فانت بتطرح الاثنين يبقى 12 ناقص 8، يبقى دي البطاريات خلصت. طب تعالى على التيارات. عندك الاي واحد ده هو اللي بيمشي في المقاومه 2، يعني اي واحد برضه. طيب الاي 2 بيمشي عادي في المقاومه 1، فخلاص كده انت عندك لو مشيت مع اللوب، ادي اللوب عندك. احنا خدنا البطاريات خلاص، دي بالموجب وانت ماشي خدتها بالموجب عادي. طب ودي الموجب اهوت واحنا ماشيين في عكس الاتجاه خدناها بالسالب. طيب التيارات، التيار اللي فوق ده معانا في الاتجاه اهو، بص ماشي كده معانا، فخلاص هتاخده بالموجب يبقى 2 اي 1. تحت عندك الاتجاه ده عكس الاتجاه اللي فوق، ده ماشي كده وده ماشي كده، يبقى عندك ناقص 1 في اي 2. طيب لوب 2. لوب 2 تعالى هنا. سميشن في بي بيساوي سميشن اي ار. الفي بي عندك غير بطاريه واحده، انت عندك بطاريه واحده اللي هي ب 8 فولت بتساوي سميشن اي ار. وانت ماشي كده في المسار بتاعك هتلاقي ان الاتجاه بتاع التيار في نفس الاتجاه، يبقى عندك اي 2 في المقاومه بتاعتها اللي هي بواحد. لو كملت في نفس المسار هتلاقي انت عندك اي 3 ماشي معايا في نفس المسار، يبقى زائد 10 اي 3 اللي هو مقاومه في التيار بتاعك. كده انت جبت لوب 2. طب كده احنا معانا معادلتين، فاضل الثالثه جيبها من كيرشوف الاول. كيرشوف الاول كان بيقول لك ايه؟ حط نقطه هنا وسميشن اي ان بيساوي سميشن اي ار. اللي داخل للنقطه اي 1 واي 2، طب واللي خارج من النقطه اي 3. دي كده انت معاك ثلاث معادلات بتوعك، حطهم على الاله هيطلع معاك اي 1 ب 13 على 8، واي 2 بسالب 3 على 4، واي 3 ب 7 على 8. ده امبير امبير امبير. كده انت جبت الثلاث تيارات اللي عندك. هو في الامتحان هيطلب منك التيارات، يا اما ممكن يطلب منك جهد المقاومه، تضرب التيار في المقاومه بتاعتها وخلاص. تعالى اقول لك على حاجه ثانيه. لو طلب منك الباور، في باور اسمها منتجه وباور مستهلكه، وشرحنا الجزء ده والجزء ده في فيديوهين عندنا على القناه. باور منتجه ده معناها الفي بي اللي بتفرغ في التيار بتاعها بتساوي الفي بي اللي بتتشحن في التيار بتاعها زائد الاي تربيع في الار. طب تعالى نعوض. الفي بي اللي بتفرغ اللي هي ال 12 في التيار بتاعها اللي هو 13 على 8، كده الفي بي في الاي بتاعتها. فكده انت جبت الباور منتجه اللي عندك في الدايره، تطلع معاك 19 ونص واط. لو عايز تجيبها بالناحيه الثانيه هتطلع معاك برده ب 19 ونص. طب تعالى نجرب. البطاريه اللي بتتشحن هي 8 عشان عندك التيار بتاعها طلع بالسالب معاك. طالما طلع بالسالب يبقى المفروض ان التيار ده داخل مش طالع زي ما موجود في الرسم، يبقى 8 في التيار بتاعها اللي هو 3 على 4 زائد اي تربيع في الار، يبقى اي 1 تربيع اللي هو 13 على 8 تربيع في المقاومه بتاعتها اللي هي 2 زائد 3 على 4 كل تربيع في المقاومه بتاعتها اللي هي الواحد زائد اي 3 اللي هو 7 على 8 كل تربيع في المقاومه بتاعتها اللي هي 10. هتطلع معاك برده 19 ونص. فايا كانت الطريقه هتطلع معاك برده صح 19 ونص و19 ونص. بحللك بكذا طريقه عشان تبقى فاهم انت بتعمل ايه اصلا في الدايره. وده كان الملخص بتاع درس النهارده.